أهلا بكم في برنامج كاتب وكتاب. معنا الدكتورة هدى مصطفى. اتشرفت بيكم دايما ودايما ببقى سعيده وانا بكون معاكم، ومعايا دلوقتي حبايبي الحلوين اللي دايما بيكونوا مشرفيني في كل لقاء. طبعا بيكون معانا اطفال جداد. النهارده معانا مين؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ مهند أحمد. حبيبه قلبي اسمك ايه؟ ميار أحمد. اتشرفت بوجودكم كتير معايا، والنهارده هنتكلم عن قصه فيها معلومه، وانا عايزاكم انتوا تعلقوا لي على المعلومه اللي انا هتكلم عليها. القصه كلها دايره عليها. انا هتكلم على الشمس، هكلم على شمس الالوان. شمس الالوان، احنا استفدنا ايه من كلمه شمس الالوان؟ يعني احنا عارفين ان الشمس بنشوفها بتبقى شمس منوره. حد فكر قبل كده ان الشمس ممكن يكون لها الوان؟ لا. فكرتي ان الشمس ممكن يكون لها الوان؟ لا بصراحة. طب الوان الطفل اللي بتطلع لما بيكون في مطر بتطلع منين؟ ما هي الشمس اللي بتبقى هي اللي عكسنا الالوان دي. يعني احنا عندنا الشمس فيها الوان كتير بتنعكس. دلوقتي لما هنتكلم على ايه؟ على ان في ولد اسمه احمد صحي الصبح. احمد ده كان ولد كسول جدا، كان كل يوم الصبح بيصحى بيدور على اي حاجه يعملها ما يعملش فيها مجهود. تمام. فبابا كان مسافر في شغل بره مصر، وبعدين قال له اهتم بالشجر اللي في الجنينه يا احمد. فاحمد سمع كلام بابا ولا همه خالص ولا فكر في الكلام. هل ده مظبوط كده ان انا بابا يقول لي حاجه وما اسمعش كلامه، او ماما تقول لي حاجه ما اسمعش كلامها؟ لا. تمام. هو احمد بقى مش هنقول ان هو ما سمعش كلام بابا، بس احنا هنقول ان هو نسي اصلا كلام بابا. فصحي احمد الصبح كده وهو كسول وبيتوب، وقرب عند الشباك بتاعه كده وبيفرد نفسه كده، بص لقى على السرير بتاعه الوان كتير كتير عماله تنور وتتخبط في بعض ويتخانقوا مع بعض. فاحمد قعد يقرب من السرير بتاعه وهو مذهول. هو في ايه؟ ايه ده؟ اتاري نور الشمس دخل من الازاز انعكس على الايه، على السرير. فالالوان بتاعته كلها بيتخانقوا مع بعض، وراحوا جايين على السرير، وبس لون واحد بس اللي راح ظاهر له. تفتكر ايه اللون؟ ايه اللي ظهر؟ الأصفر. تفتكري لون ايه؟ أحمر. احمر. طيب احنا نقول مهند قال لون من الالوان اللي ظهرت له، اوكي، بس هو اول لون ظهر له كان اللون الاخضر. قعد يبص له، ايه ده؟ هو النور قعد ينور وينور ويكبر ويكبر لغايه ما بقى عامل شجره كبيره قوي كده على الايه، على السرير. فابتدى احمد يقرب، وكل ما يقرب اللون يبتدي يكبر اكتر ويوضح اكتر. وراح قايل له ايه؟ قال له انت مش فاكرني؟ انت مش عارفني؟ طب تفتكر هو اساسا اللون الاخضر احمد هيعرفه منين؟ ما أعرفش. اللون الاخضر شاف ان احمد لا لازم يكون عارفني. ليه؟ لانه اهملني. طب هو احمد ممكن يهمله ازاي؟ يعني هو لون من الالوان، انا عندي لون اهو، لون اخضر. اللون الاخضر ده انا اهملته ازاي؟ هل هو قلم مره ما كتبتش بيه فكده انا اهملته، ولا ممكن تكون حاجه مهمه جدا في حياتي؟ هو اللون الاخضر اتجمع اصلا كله على بعضه وراح عامل شجره كبيره قوي وعاليه وكبيره جدا. فالشجره العاليه الكبيره قوي دي قعدت تكلم احمد وتقول له انت مش عارفني؟ فكر شويه، انا الشجره الكبيره اللي في اخر الجنينه عندكم، انا الشجره اللي في الجانب الشرقي اللي باباك قال لك قبل ما يسافر اسقيني.
هل انت سقتني يا احمد؟ احمد سقاها؟ لا. احمد سقاها؟ لا. طب احنا هنقول ايه؟ هل هي ما سقهاش خالص؟ بابا مسافر بقاله شهر، معقوله انت ما سقتنيش؟ معقوله ما افتكرتنيش خالص؟ طب ما بصيتش على الشباك وبصيت عليا مره وحسيت ان انا زعلانه؟ ما انا قبل ما انا مدبل كنت زعلانه، كنت شكلي بيعيط، ورقي ابتدى يصفر وابتدى يقع منه ورق كتير، ياما اديتكوا سمار، ياما اديتكوا ظل وقعدتوا تحت مني. طب انت ما كانش شكلي بيبقى حلو بالنسبه لك لما ابص من الشباك؟ طب يا احمد انت ازاي فكرت ان انا ممكن ان انا اعيش من غير ميه؟ ما انا محتاجه ميه عشان اعيش يا احمد. انت سبتني، شوف شكلي بقى عامل ازاي. احمد راح جري على الشباك وراح باصص من الشباك، لقى نص الشجره ما فيهوش ورق خالص، ونص التاني لونه اصفر، والورق عمال تقع ورقه ورا ورقه ورا ورقه من الشجره. احمد زعل جدا، انا ازاي وصلت للدرجه دي؟ لسه بيعتذر الشجره، بيقول لها انا اسف، انا مش هعمل كده تاني، انا هبتدي اهتم بيكي. بص لقى لون تاني راح ظاهر مره واحده، وراح كبر قوي وبقى شكله كبير قوي قدامه، وقال له انت ازاي تعمل فيا انا كمان كده؟ انت عارف انا مين؟ انا الرمل، انا الرمله اللي محاطه بكل البيت عندكم، انا الرمله اللي المفروض ان انت تهتم بيا شويه. انت ما تعرفش ان انا ليا فوائد كتير؟ ايه هي بقى فوائد الرمله في حياتنا؟ حد منكم يعرف ايه هي فوائد الرمله؟ لا ما اعرفش. طب انت تعرفي؟ بيتصنع منها زجاج. برافو. بيترسم بيها احيانا. بيترسم بيها، برافو عليكي. بس تقريبا يعني. طيب حد منكم يعرف ان الرمله دي ممكن تعالجنا؟ ممكن نتعالج في اماكن في مصر هنا بنروحها مخصوص علشان خاطر نقعد في الرمل علشان تعالجنا. بتمتص بعض الرطوبه من الجسم، بتضيع روماتيزم، بتضيع الام العظام، بتعالج بعض الامراض الجلديه زي الصدفيه، اوكي، وزي الامراض العصبيه والتوتر. انت لما بتقعد كده تبص الرمله بتحس ان انت مرتاح نفسيا، لما بتحط رجلك في الرمله بتحس ان انت مرتاح اكتر، وحاسس ان جسمك بيمتص منه كل السموم والامراض اللي فيه. صح ولا غلط؟ فالرمله قالت له انا بستخدم في حاجات كتير قوي، حتى في حاجه اسمها الطوب الرملي، ده بيتصنع اصلا من الرمل، يبقى انا ليا افاده، انت ليه اهملتني؟ فاحمد ساعتها زعل من نفسه جدا وقال صدقوني انا بعد كده ههتم بيكم ومش ههملكم تاني، انتوا عارفين انا خلاص من هنا ورايح انا مش هاثر في حقكم. راحت طالعه كل الوان الشمس بقى، الاحمر والبنفسجي والبرتقالي والنيلي وكل الالوان بتاعه الشمس اللي بتعمل قوس قزح اللي بنشوفها دي، وراحوا قايلين له واحنا كمان اهتم بينا. من اليوم ده احمد اتعلم ان هو لازم يدرس كتير، ولازم يشوف الاشجار دي محتاجه منه ايه او الطبيعه محتاجه منه ايه. فدرس عن علم الطبيعه، وابتدى ان هو يطور في الحاجات الخاصه بالبيئه، وابتدى يهتم بالاشجار، ووصل ان هو بقى باحث في علم البيئه، ان هو يطور الحاجات اللي ممكن تاثر على البيئه، ويشوف ازاي نحافظ على البيئه اللي حوالينا، الدايره المحيطه بينا، اللي هي ازاي نزود من الاكسجين، ازاي نزرع شجر كتير عشان يدينا اكسجين، ازاي نهتم بالصحراء ونعمرها ونخليها يبقى فيها شجر علشان خاطر يدينا ثمار ويدينا تنقيه للبيئه اللي حوالينا. من هنا اتعلم احمد ان لازم يكون بيسمع كلام باباه، بيطيع باباه في الاول، تاني حاجه لازم يبص لكل حاجه حواليه ويهتم بيها، ما يهتمش بنفسه بس، ويبطل يبقى كسول علشان يقدر يخدم الغير. ممكن كل واحد منكم يقول لي استفاد ايه؟ ان انت بابانا ومامتنا، وان احنا نزرع شجر في البيت بس. وانتي استفدتي ايه؟ ان احنا لازم نطيع اهلنا طبعا، ان هم اكثر علما مننا، زائد ان لازم نهتم بالطبيعه كويس، لان الطبيعه بتوفر لنا حاجات كتيره بس. طبعا احنا النهارده استفدنا من القصه ان لازم يكون في طاعه للوالدين، لان اكتر حد هينصحني بالنصيحه اللي انا امشي بيها في حياتي كلها هم الاب والام، لان الاب والام دايما بيبقوا عايزين ابنهم وبنتهم يكونوا احسن منهم في كل حاجه،
وعلى العموم كله بقى احنا لازم نحافظ على البيئه المحيطه بينا، لان عشان تعيش حياه كريمه وتعيش حياه كويسه لازم يكون في حواليك كل حاجه تاهلك ان انت تعيش حياه صحيه، ويكون عندك اصدقاء كويسين حواليك، وان انت تقدر توعي اللي حواليك بان ازاي يحافظوا على البيئه علشان احنا نقدر نخليها تعيش فترة أطول ونستفيد منها في كل مجالات الحياة. وكنت سعيدة جدا مع حضراتكم النهاردة، وبجد أنا فرحانة بوجودي معاكم. نلتقي في حلقة قادمة في برنامج كاتب وكتاب، ونكون بقصة جديدة وفيها وعي جديد وفيها معلومة تكون يا رب تكون عند حسن ظن حضراتكم. خلصت كده قصتنا، ونشوفكم في حلقة جديدة.